عايزه اسال عن الحرق. اتفضلي. ايه يعني الحرق واحد من في مقدمه الاسباب اللي اسباب زياده الوزن. ده حقيقي. ايه اللي ليه بيبقى فيه ضعف في الحرق، وايه اللي ممكن يخليه يزيد؟ طيب ضعف الحرق ده حاجات كتيرة قوي، ممكن يكون جيناتيك، حاجة وراثية، ممكن يكون بسبب العمر، ممكن يكون بسبب نقص فيتامين دي، ممكن يكون كمان جربنا أنظمة غذائية كتير كانت غلط، ممكن يكون جربنا حاجات تخسيس كمان كانت غلط، أو حاجات كيماوية كانت بتأثر على المخ أو الساتايتي سنتر اللي هو مركز الإحساس الشبع والجوع. كل الحاجات دي بتأثر على معدل الحرق. أسباب كتيرة جدا. كمان الغدة الدرقية من أحد الأسباب اللي بتسبب ضعف معدل الحرق. مم. آه، طبعا المشكله دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه للعلماء على مستوى العالم، ازاي نقدر ندي اللي عايز يخس حاجه تعلي من معدل الحرق وفي نفس الوقت تكون امنه امان تام. مهم. فطلع حاجه اسمها البايوكيتو، اللي هي الكبسولات بايوكيتو. دي كبسولات يا دكتور، بالظبط. مش باودر زي التانية؟ لا دي كبسولات بقى. اه. الكبسولات دي برضو الكبسوله جواها اعشاب بتبتدي انها تعلي من معدل الحرق، بس بطريقه جميله قوي، بعيد تماما عن الغده الدرقيه. يعني حتى مرضى الغده الدرقيه يقدروا كمان ياخدوها وهتعلي معاهم الحرق، ويقدر ياخدها الاطفال والكبار، لان مهم. جوه الكبسوله فيها اعشاب. الكبسوله دي بتتاخد 3 مرات في اليوم، بس في حته بقى تركايه كده صغيره برضه اه. اوضحها للساده المشاهدين. اول حاجه مهمه جدا ان جوه الكبسوله اعشاب، اي اعشاب ربنا خلقها على الارض عشان تطلع الماده الفعاله بتاعتها بيلزمها ميه سخنه. ميه سخنه. ميه سخنه اه. بالظبط. فاحنا محتاجين طريقتين في طريقه الاستخدام، وكل واحد على حسب هواه او حسب مزاجه. يا اما ابلع الكبسوله مباشره واشرب وراها كوبايه ميه دافيه، او الطريقه الثانيه ان انا هفتح الكبسوله وهنزل الاعشاب في كوبايه واصب عليها ميه سخنه زي ما بعمل كوبايه الشاي بالظبط. مم. عايزها مسكره هحط سكر دايت سكري، وابتدي ان انا اشربها، والاعشاب اللي في اخر الكوبايه ابلعها ما اسيبهاش. مم. معدل الحرق بتاعه بيبتدي يعلى 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 لغايه لما يوصل للمعدل الطبيعي بتاع جسمه، وما بينزلش تاني. مم. يعني خلاص احنا كده عالجنا كمان معدل الحرق من اساسه.